الشاكرين ونشكرك شكر الحامدين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام ونحن إلى الله أقرب، وفي أوطاننا إن شاء الله أعز وأكرم. يعني هذه فترات المرحلة الانتقالية لأي دولة، من حالة السيولة والعشوائية لحالة الانضباط والمؤسسات، من حالة الظلم لحالة العدل، من حالة القهر لحالة الحرية. الناس متعودة على وضع عشرات السنين تقاطع في كل شيء، في نظرته للعمل، في قيمة حياته، في الاستفادة بثروات وطنه، في نظرته للمسؤولين. كل ده احنا متأثرين به، والانتقال بنفس السلوك ونفس الأخلاق ونفس التصورات من حال إلى حال على مستوى الدول أكيد بيعمل نفسه. ولو تتذكروا لما كنا بنتكلم وبنعمل مؤتمراتنا حتى في الثورة، قلنا في حالة جديدة في مصر نرجو أن نتعايش معها، هو أننا صرنا ملاك لوطن كنا أمراء فيه. وده أمر في غاية الخطورة، لأن إحساس المالك غير إحساس الأجير، تصرفات المالك غير تصرفات الأجير، نظرة المالك غير نظرة الأجير. فلو عشنا في وطن تحرر من قبض الظلم وفي طريقه أن يتحرك إلى عدالة وحرية ومساواة وقيم أخلاقية، أكيد هيبقى مردوده سيء، وأكيد فرصة إن حد يبجل لنا هذه المرحلة وارد، وهو ده اللي بيحصل. لأن لو سألنا سؤال بمنتهى البساطة، هل لمن عاش منكم فترة 18 يوم في ميدان التحرير سواء كان موجود أو كان بيتابع، هل الذي يسود المصريين الآن هو ما ساد المصريين في 18 يوم؟ 18 يوم كانوا بيوسعوا لبعض وبيساعدوا بعض وبيأكلوا بعض وبيوضوا بعض وبيتصلوا مع بعض. كانت الصلاة الجامعة بتجمع الناس كلها يوم الجمعة، الكل بيصلي، اللي كان بيصلي واللي ما كانش بيصلي. الآن الصلاة بقت رمز التطرف والإرهاب. صلاة الجماعة مش رمز للثورة، لا ده رمز للمتطرفين. معاني كتيرة افتقدناها، واحنا حذرنا من ان الروح دي اللي كان لها فضل ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا يعني هذا الفرج ويحقق لنا هذا الامل، لما بتختفي تضطرب الامور مضطربه الان اضطراب شديد. بعد ما كان كل واحد قاعد بيفكر في مصر وفي الوطن، البعض بيفكر في نفسه اكثر من اللازم. الانتخابات اللي حصلت مرة واثنين وثلاثة بدأت تقلق آخرين وتؤجل في نفوسهم شيء من الغيرة والحسد. بدأوا يرجعوا عن كلام كتير عن معاني الديمقراطية والحرية، بدأوا يشككوا، بدأوا يخونوا، بدأوا هجوم متواصل. واحنا شفنا الإعلام وما زلنا حتى الآن، راح عكاشة جالنا عكاكيش، اتمسك نخنوخ وما زال هناك نخانيخ. هو ده الوقت اللي احنا عايشينه في البلد. محدش يقول انها صفت. ما انتم معاكم رئيس، يعني هل مطلوب من الرئيس؟ ده الرئيس قالوا له اتكلم وضح، لما طلع يتكلم قال لا بيتكلم كتير بقى خليه يشوف شغله، مش عايزين كل شويه يطلع يتكلم. قاعد بيشوف شغله او لا؟ ما هو لازم يشرح لنا ايه اللي بيحصل. كل قرار يتاخد يمين ولا شمال له نقيض وله معقب وله رافض. اللي يعمله الصغير يتحاسب عليه الكبير، واللي يعمله الكبير الصغير مش ملتزم بيه. يعني مسكت مؤسسة لشخصية نظيفة محترمة، طيب تحتيه في ناس كاملة، حد ينكر أن هناك متضررين من هذه الثورة؟ حد ينكر أن هناك خاسرين من غياب نفوذهم وغياب
حصولهم على الثروة بشكل لا يمكن محاسبتهم عليه، غياب القانون كان في مصلحتهم، غياب العدل كان في مصلحتهم، غياب المساواة كان في مصلحتهم، الارتفاع والغلو في التعامل مع الناس باستكبار وباستعلاء لما يبتدي ينسحب شوية يسبب لهم أزمة ويسبب لهم مشكلة، لأنه مطالب أنه يشرح كل حاجة ويفسر كل حاجة، وهو في السابق لم يكن مطالب بشيء، محدش كان يجبره أنه يشرح كل حاجة ويفهم كل حاجة. وبالتالي هؤلاء المتضررين البعض منهم حريص عندما يجد أن هناك فرصة لإثارة شبهات وإثارة لغواطة أو تضييع وقت أنه يشارك في هذا. البعض صراحة يعني قوي، عنده راس مال، عنده مش عارف ايه، عنده باسبور، عنده فلوس بره، في اي وقت يطلع ويسيبها تنحرق. والبعض من تحت لتحت. المناخ اللي احنا فيه ده مناخ يحتاج الى حسم وتدرج واحترام للقانون. الحسم ده فعل سوي، فعل في بعض الاوقات لازم يكون فيه كلام. ما تنفعش كل حاجة بالطبطبة. ليه؟ لأنك ساعات بتطبطب على واحد لا يستحق الطبطبة. يعني واحد عايز يمخ فيك، يعني واحد بيقل أدبه عليك. وأنا بعتبر أن قضية النائب العام اتعامل معها الرئيس برقي واحترام مع ناس مش محترمة بمنتهى البساطة، والأدلة كتير. والناس نفسهم اللي دافعوا عن النائب العام هم اللي كانوا بيقولوا زمان يسقط النائب العام ولابد من محاسبته. وانا على ايديا وايد اخوانكم في ال3 شهور بعد الثوره كنا بالنادي اللي عنده مستندات فساد على اي حد يقدمها للمحامي العام، وحددنا اسمين في دمنهور، الاستاذ شعلان عطيه شعلان والاستاذ فتحي تميم وطارق حشاد، عشان اللي عنده مستند يقدمها عشان نقدم للنائب العام. وجات لنا مستندات كتيره وقدمنا للمحامي العام. ماذا فعل بها؟ لم يفعل بها. أنا البرنامج اللي كنت بقدمه ده جالي واحد اسمه جمال عاشور شغال في مصر للطيران، عمل 37 بلاغ للنائب العام وفي النيابة الإدارية وفي الرقابة الإدارية ضد أحمد شفيق علشان إهدار المال العام والسرقة والنهب في إنشاء شركات وفي توريدات على غير الحقيقة. محدش عمل فيها حاجة. لو اتحقق فيها أياميها في شهر 7 و8 2011 وربما كان لا يستطيع أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية. أنا بضرب على نموذج واحد، إنما النماذج كثيرة. منير ثابت اللي ممسوك من 4-5 أيام متقدم فيه من 6 شهور 8 شهور سنة متقدم عليه أوراق، وغيره حتى الآن متقدم عليه وثائق ومستندات. فده اللي حماهم واللي قدم مستندات ضعيفة وتسببت في براءة مجرمين وقتلة هو ما زال قائما حتى الآن. لما نتعامل معاه بشياكة كما يتعامل مع القضاء. أي قاضي يتحول من السلطة القضائية إلى سلطة تنفيذية بيتم الإجراء بنفس الشكل. يجيبوا لو سمحت، ده لو سمحت يعني مع المحترمين، قبل كده بيقولوا أنت رايح محافظة كذا، أنت رايح الوزارة الفلانية، تمام يا فندم، محدش كان بيقدر يتكلم ولا يعترض. لا شيء طبيعي، قال له إحنا عايزين نوديك حتة فلانية، موافق موافق، خلاص خدوا الإجراءات. لا في إقالة ولا في استقالة. لا حد يقدر يقيل بحكم الدستور عشان استقلال القضاء، ولا هو بيقدم استقالته، بدليل لما بيسيب مكانه التنفيذي بيسيب المحافظه او بيسيب الوزاره بيرجع تاني قاضي، فمش محتاج استقاله. وبالتالي لا اقاله ولا استقاله. وبرغم ذلك بعد ما رجع في كلامه قالوا له انت غيابك هيودينا في داهيه، خليك وهنصمد معاك، لان كلهم لهم اراضي وكلهم لهم مفاسد وكلهم لهم مشاكل. فظهر الامر بهذا الشكل، فالراجل لانه تعامل باحترام وبرقي يعني رجع عن كلمته ونزل على رغبته في العودة عن موافقته الأولانية. والكلام ده حصل مع الكل، حتى لما حصل مع العسكر مجلس الأعلى والمشير الدنيا كلها كانوا بتقول يسقط حكم العسكر. فلما جه تنحى وجه راحوا متعاطفين معاه وقالوا ده انت خضعت، ده انت ميزت. والبعض زعل قال لك ده انت أهنت المجلس العسكري. لما جه كرمهم واداهم الناشئين واداهم قدرهم باعتبارهم يمثلوا العسكريه المصريه بعيدا عن الاشخاص، قالوا ده انت اتعاملت مع الخونه واديت انواط للخونه وانت زيهم وانت كده ضيعت دم الشهداء. يعني
يمين مش عاجب، شمال مش عاجب، واقف مش عاجب، قاعد مش عاجب، نايم مش عاجب. أي فعل هيتم الفترة اللي جاية من هؤلاء المتربصين المترصدين المستولين على الإعلام لن يعجب أحد. طب الفكرة احنا هندننا ورا كلامهم؟ أنا في رأيي أنا بطلت من شهر أستمع للبرامج التوك شو وما بشاركش فيها دلوقتي. دائم باعتذار عن المشاركة فيها عشان ما حدش لا يستفيد بيها ولا يستغلين ولا أنا أتهاجم على حد وأعمل مشكلة. ومداخلات قليلة وما بتفرجش عليهم. وأنا أتصور إن أي حد نفسه يجيله ضغط أو سكر هو بيتفرج عليهم. لأن اللي بيتفرج عليهم على طول بيتصل بي زعلان ومتضايق. طب بتتفرج عليهم ليه؟ ده بيقولوا عاملين مخيمات. قلت له يا سيدي ما الفلسطينيين في سيناء. قلت له يا سيدي المجلس العسكري والجيش نفى ومحافظ سيناء نفى والفلسطينيين نفسهم نفوا. يا اخوانا احنا متربيين طول عمرنا بننصر القضيه الفلسطينيه باعتبارها قضيه مركزيه وهم اللي حامين مصر. هيجي يستولوا على مصر. ده لولا هذا الخط المناعي القوي كانت سيناء وكانت مصر الان مهدده. امن مصر اللي كان بيبدا من زمان من عسقلان ودلوقتي انحصر لحد غزه. القائم على حمايه مصر وحمايتنا هم الفلسطينيين اللي بيدفعوا دم واصابات. هم اللي ضربوا صواريخ غير متوقعه على ايلاف وعلى القدس. هم اللي ضربوا بارجه في البحر. قالوا لك كفايه ما احنا مش عارفين نهايتها ايه، جابوا الكلام ده منين؟ دول الناس قاعده بيتهموهم بانهم عايزين يستولوا عليها. هم عايزين فلسطين، عايزين سيناء، ولا احنا عمرنا هنفرط في ارضنا. فقصه عملوها وقعدوا يدندنوا بيها رغم كل النفي ده، سواء كانت مشعل او الفلسطينيين في غزه او الجيش او محافظه سيناء او الرئاسه او الحكومه، الكل نفى. انما لكايه لبان في لسان البعض. حتى الحادثه بتاعت الاطفال الغلابه اللي قتلوا نتيجه اهمال دائم ومستمر كان المفروض يتلملم الفترات اللي فاتت دي كلها، برضه استعملوه استعمال سياسي من باب المناهره ومن باب الشتيمه والسباب في النظام. طب ما هو احنا طول عمرنا بنقول مصر رقم 1 في قتل حوادث الطرق على مستوى العالم. اللي بيتقتلوا في مصر اكثر من اللي اتقتل من المصريين في كل حروب مصر مع الكيان الصهيوني مع كل الاعداء. ليه؟ لان انتوا زي ما انتوا شايفين كده في الشارع بتاعنا لا قيم ولا ثقافه ولا قانون ولا مراقبه ولا محاسبه. انت ماشي جاي واحد في وشك منور فمحدش عايز يلف رغم انه راكب مش عايز يلف من اليوتيرن البعيد، داخل على طول قطع عليك الطريق. زي السواقه المنفلته، زي الزباله المرميه، زي قيمه العمل المهدره، كل دي مشاكل فينا احنا. واحنا قلنا عايزين نتعامل مع مصر على انها بتاعتنا مش بتاعت غيرنا. يعني اي حاجه غلط بتعملها احنا اللي بندفع الثمن كلنا. انا قاعد كل ما اسافر بره وكلكم كل اللي سافروا بره شافوا الناس ازاي محترمه المرور. تروح الدول العربيه معروف في الدوران ده الاولويه للي في الدوران. يعني اي واحد جاي من يمين او شمال بيقف الف ب. تعالوا شوف ميدان الساعه ولا شوف ميدان عندكم هنا الدنيا ماشيه ازاي. الشاطر اللي يدخل الاول تلاقي واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا. هو ده يعني. فانا عايز اقول ان في جزء كبير عندنا وفي جزء كبير على الحكومه. لأن الحكومة كان دورها الفترة اللي فاتت دي وده بقى الفعل الثوري اللي كان مطلوب يتم أن تكون هناك قرارات حاسمة في تنفيذ القانون اللي موجود. مش هنقوله تشريع جديد. لا التشريع الجديد يجي يشدد العقوبة. لو ما فيش عقوبة على اللي بياخد 200,000 لتر وبيوزعهم ولا اللي بيطلع العيش ومش عارف بيتعمل له غرف وغرامة قد إيه ولا وكيل الوزارة ولا مفتش التموين. لا انا ادي عقوبه لبتاع الخبز لما يغش ولا يسرق، بس بتاع المفتش التموين لو ساعد في ذلك او غض الطرف على ذلك عقوبته اشد. ده الامين بتاعي، ده عيني، ده انا اللي موكله يقوم بالدور عشان يحميني. لما يبيعني ويخوني زيه زي بتاع المرور، زيه زي بتاع مش عارف الاجهزه الرقابيه كلها في الجهاز المركزي المحاسبات والنيابه الاداريه، دول اللي انا مفوضهم علشان يحموني من الفساد. لما يشاركوا في الفساد في مقابل لا العقوبه لهم تبقى اشد. ده تشريع عايزين نعمله. دلوقتي لما بيمسكوا شويه بنزين تريلا ولا 200,000 لتر ولا حاجه يقبضوها، البعض بيقول لك بيستلمها بعد كده ويتعمل له محضر. ما فيش، دي جريمه، دي استيلاء على مال عام.
ضرب العالم، لازم يتعمل لها عقوبة، يتصادر ويتحبس. فالرخاوة في تنفيذ القانون ساعد على الإهمال. يعني هو في الآخر الحادثة بتاعت أطفالنا دي كانت إيه؟ كان واحد هو قاعد على المزلقات، ساب مكان ما جاش، راح يشرب قهوة، الدنيا ماشية سالكة، مفيش حاجة بتحصل، أهو ده بيبص وده بيبص وربنا يسترها، أشوف شغلي. إهمال. لو أن هناك من يتابع، إنما لسه المتابعة، لسه الرقابة، لسه حركتنا بحمية علشان دي بلدنا، لسه حتى الآن لم تتحرك. قضية لا قضية حكومة ولا قضية رئيس، إنما قضية روح. لو الروح استمرت، وأنا متوقع أن الروح المستمرة في المناوئة وفي استمرار الفوضى وفي التشجيع عليها وفي تضييع فرص مصر من أنها تستقر أو تستثمر مواردها، أنا أظن أنها موجودة في نخبة. النخبة دي شوية بيشتغلوا لحسابهم وشوية بيشتغلوا لحساب غيرهم. إنما في الأول وفي الآخر هذه المصيبة يترتب عليها أن هناك من يستمع إليهم ومن يتأثر بهم. ولذلك هناك عندنا مشاكل نتيجة هذه الفوضى. لما نيجي نقول إن منطقة القناة هذه المنطقة هيتعمل فيها منطقة حرة. منطقة حرة يعني مصانع، يعني تصنيع، يعني تركيب، يعني تصدير، يعني استيراد. منطقة حرة زي سنغافورة كده اللي غابت مصر فاتعملت في جبل علي في الإمارات. مصر بموقعها المتميز أولى في المنطقة، ولا دي كلها تبقى منطقة حرة. ده معناه ان مليارات داخله وملايين فرص العمل. عملوا ايه بقى اخواننا اللي مش عايزين استقرار ولا عايزين استثمار ولا عايزين حاجه خالص؟ خير ياتي لمصر في هذه الفتره حتى تنكشع هذه التهمه التي جاءت مكان الحزب الوطني على حد تعبيرهم. عمال هناك يعني شغل الاثنين دول، ودي بس عندي انا عشان بلاش خالص بلاش خالص. هناك عمال عملوا اضراب في المنطقه الحمراء، في المنطقه بتاعت شركه دبي للاستيراد والتصدير. عاملين الشركه هناك وهم بيشتغلوا، مراتبهم مش صغيره، يعني 3000 4000 جنيه. وعملوا اضراب علشان تزيد مرتباتهم وياخدوا حقوق لهم خلاص. ودخلت القوى العامله واتفقوا مع صاحب العمل على زيادتها وعلى يعني تنفيذ مطالبهم يعني. فقام خدهم حد من اخواننا اياهم وعمل بيهم مؤتمر صحفي من المدافعين عن مصالح العمال والفلاحين، وهم ما بيطلعوش الا بالصيغه دي، صيغه الدفاع عن العمال والفلاحين. راحوا جايبين العمال اللي عملوا اتفاق في مؤتمر صحفي: لن نتهاون، لن نترك، لن نشجع، لن نقبل، لن نفرغ، لن نمول. وقفت الحال هناك. فاصحاب الشركه راحوا فاصلين مجموعه، جت المجموعه اللي انفصلت تجري تاني لوزاره القوى العامه. الشاهد في هذا الامر ان حاله الاضطراب دي، لان في خساره يوميه بالملايين نتيجه ان سفن لا بتتحمل ولا سفن بتفرغ. قامت السفن رفعت العلم الاحمر. ماذا يعني ارتفاع العلم الاحمر؟ يعني في عالم البحريه، في عالم الملاحه، ان هذه المنطقه منطقه قرصنه، منطقه اقتصاد، منطقه خطره. فتصور المنطقه اللي انت عايز تستثمر فيها تجيب فيها المليارات وتشغل فيها الملايين، وترفعت فيها العلامه الحمراء وصارت حمراء وصارت امام العالم انها منطقه خطر ومنطقه قرصنه ليس فيها اطمئنان وليس فيها هدوء. ايه الحل؟ يكون ايه؟ الحل انك بتطفش، انك بتستبعد، انك بتفشل محاوله لاعاده الاستثمار في منطقه وصناعه شغل جديد خالص. نفس القصه حصلت في مصنع في بورسعيد. مصنع بورسعيد بيشرف عليه اليابانيين ضمن مصانع عديده. تم تحريض العمال فراحوا طاردين كل اليابانيين اللي في المصنع واستولوا على المصنع. دخل لهم واحد من اياهم برضه وقعد معاهم وعمل لهم كده: خليكم زي ما انتم، موقفكم ثابت واحنا معاكم. شيء طبيعي لما اليابانيين يطلعوا بالطريقه ديت ان كل استثماراتهم وكل مصانعهم تقف. بس الناس ديت بتشتغل شغل الحكومه اليابانيه اكبر حكومه داعمه لمصر في المنح التي لا ترد.
احنا في الاربع خمس شهور بتوع المجلس يعني اكثر من 5 6 اتفاقيات منح 500 مليار ين، مليار ين.